العالم اللي حوالينا مليان أسرار، حاجات لو سمعتها هتتأكد إن الرعب الحقيقي مش في الأفلام، لكنه موجود في الواقع وغالبا ملوش أي تفسير. صرخات البحر، في جزر قريبة من كندا الصيادين بيسمعوا صرخات مرعبة جاية من أعماق البحر، صرخات أشبه ببكاء أطفال رغم إن المكان خالي تماما. والأغرب إن أجهزة تسجيل الصوت مش بترصد أي حاجة. المراية النازفة، في فندق قديم بإيطاليا في أوضة مشهورة بين الضيوف، أي حد بينام فيها بيصحى يلاقي خطوط حمراء نازلة على المراية كأنها دم. إدارة الفندق حاولت تغير المرايات أكتر من مرة، لكن نفس الظاهرة بتتكرر وكأن الغرفة ملعونة. ساعة الموت، في مستشفى مهجورة بألمانيا في ساعة قديمة متعلقة على الحيط. الغريب إن الساعة دي بتقف دايما عند نفس التوقيت، الساعة 3:30 الفجر، وهو نفس وقت وفاة آخر مريض اتسجل فيها، ورغم كل المحاولات لإصلاحها عمرها ما اشتغلت تاني. في صحراء كازاخستان العلماء سجلوا أصوات طالعة من تحت الأرض، أنين وصرخات، أصوات كأنها بشر بتتعذب. لحد النهاردة مفيش تفسير علمي واحد. غابة الانتحار باليابان، غابة أوكيغاهارا مشهورة عالميا، كل سنة مئات الناس بيدخلوا وما بيرجعوش. السلطات بتلاقي جثث متعلقة وكأن الغابة بتجذب الأرواح اليائسة. الأهالي بيقولوا إن الأرض نفسها ملعونة. الكرسي الملعون، في متحف بإنجلترا في كرسي قديم جدا معروف باسم كرسي الموت، أي حد يقعد عليه بيموت خلال أيام. الكرسي اتعلق في السقف عشان محدش يلمسه تاني، لكن لحد النهاردة بيقولوا لعنته لسه موجودة. الظلال المتحركة، في بيوت كتير حول العالم الناس بيحكوا عن كيانات سودة بتظهر فجأة، أشكال ظل بتقف وراهم أو تعدي بسرعة قدام عينيهم من غير أي جسم حقيقي. العلماء بيسموها شادو بيبل، لكن محدش قدر يفسر هم مين ولا جايين منين. دي مجرد 7 غرائب مرعبة من مئات بتحصل كل يوم، يمكن تكون طبيعية ويمكن تكون من عالم تاني بيحاول يسيب لنا رسائل. السؤال دلوقتي، انت مستعد تعرف أكتر؟ ولو مستعد اشترك في القناة واستنى اللي جاي.